Audio Jungle. Audio Jungle. اسرع اكله هتعمليها في 10 دقايق هتجهزيها، وفي طاسه واحده كل المكونات دي هتكون فيها خضار وفراخ في نفس الوقت. تعالوا كده اما نشوف ايه المقادير. خش بقى بالمقادير. اول حاجه معانا 4 دبابيس، دبوس بتاع ورك الفرخه، معانا جزر، معانا طماطميه واحده شرايح او طماطميتين لو صغيرين، معانا طماطميه واحده مبشوره، معانا كوسه متقطعه حلقات، معانا بصل، معانا دقه فلفل، معانا فلفل الوان، وطبعا الجزر. هنجيب بقى هنا المناديل وهنمسح الفراخ كويس، او طبعا احنا غسلينها غسله تمام ومحلول وخل وملح وليمون، وبصوا عاملينها يعني تمام التمام. 4 دبابيس دول كانوا عندي في الفريزر، فايه حبيت ان انا عايزه اعمل اكله، فقلت يلا على السريع كده مش هتاخد وقت معايا خالص. ابني كان مستعجل وعايز يمشي طبعا على الدرس بتاعه، وانا مكنتش لسه عملت اكل. قلت لا خلاص انا هعملها مش هتاخد معايا وقت. تعالوا بقى اما نشوف ايه عملناها ازاي. جبنا هنا قطعه سمنه، شويه زيت، وهنا في اختياري لو انت حابه تعملي سمنه بس، عايزه تعملي زيت بس، اللي انت عايزاه ده ماشي معاكي وده ماشي معاكي اي حاجه. انا حبيت ان انا احط سمنه واحط زيت عشان السمنه بتعمل ريحه جميله قوي في الاكل. طبعا سيبناها. طب انت بتلعبي في السمنه كده؟ هقول لكم انا ما اعرفش، انا على طول كده بحط السمنه واقعد الف كده في الطاسه، الف 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 مش عارفه. المهم الصينيه دي بقى كامله متكامله. طب انت بتقلي تحمري الفراخ قبل ما تستوي يا ام زيزو؟ تعالوا بقى هنحمرها تحميره تمام. اللي عايز يحمرها جميع الاتجاهات بس تخليها كلها حمراء، حمريها. عايزه تعمليها نص تحميره كده برضو معاكي، دي معاكي ودي معاكي. طبعا الفراخ دي الدبابيس دي انا مغرزاها بالسكينه. مغرزاها ليه يا ام زيزو؟ علشان خاطر من جوه الانسجه بتاعتها ساعه المحلول بتبقى ايه نضيفها من جوه وتستوي وتتبل وكل حاجه من جوه، تبقى طعمها جميل جوه زي بره. بعد كده سبتها طبعا ايه بتتحمر. حمرتها بقى هنا كده على طول. وطبعا كنت مجهزه بقى ايه البصل معايا. هننزل بقى كده ايه بالبصل، هنشوح بقى كده فيه. اول ما يدبل كده طبعا ايه هنحط بقى عليه بقيه المكونات كلها. طبعا انت لازم بقى تقلبي كده فيه، علشان ايه احنا مش عايزين حاجه فيه تحمر، لا احنا عايزينه يكون كله متشوح. مش عايزين حاجه بقى ايه تلسوع فيه وحاجه تحمر وحاجه ما تحمرش والكلام ده، لا مفيش الكلام ده خالص. هنا بقى ايه نزلنا الفلفل كده على الزيت. طبعا ما تنزلوش على البصل، نزليه على الزيت عشان يعمل ريحه كده وطشه جميله. بصوا بعد كده بقى هننزل بالكوسه. كوسه بتشوحيها وتحطي فيها الفراخ يا ام زيزو، هنعملها هتبقى جميله جدا. والكوسه طبعا مسكره وفيها فايده جميله. يعني بصوا هو المكونات جميله وفيها فوائد كلها، يعني احنا مش حاطين حاجه كده اي كلام وخلاص، لا احنا كل ده ليه فايده وبسم الله ما شاء الله. يعني هي وجبه جميله جدا. هنا بقى الفلفل الالوان، لو ما عندكيش فلفل الوان عادي مفيش اي مشكله خالص. وطبعا لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش بقى تعملي لايك حلو، تعملي كومنتي تمام حلو كده زيكم. واهم حاجه قبل اي حاجه طبعا لازم كده ايه تصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حطينا بقى هنا الطماطم، هنا طماطم شرايح. لو طماطم كبيره حطي طماطميه واحده، لو طماطم صغيره حطي 2. هنا طماطميه كبيره معايا بشرتها مبشوره. ولو مش عايزه تحطي المبشوره وعايزه تحطي معلقتين صلصه، الوجبه دي تاخد معلقتين صلصه. انا ما كانش عندي صلصه. هنا حطينا بقى ايه المرقه، حطيت 2 مرقه. عايزه تحطي وحدايه برضو حطي، بس انا من عشاق المرقه. هنا حطينا بهارات فراخ. هنحط بابريكا. آه ويفضل لو بابريكا مدخنه يا جماعه. طبعا انتوا اهم حاجه لما تروحوا عند العطار تكونوا جايبين ايه من عند عطار مضمون، عشان هي بصراحه بتدي طعم جميل. حطينا فلفل اسود وملح ابيض. هتقلب بقى ايه نقلبها بقى كده كويس قوي. عايزه تحطي معلقه سكر حطي معلقه سكر، بتخليها طعمها جميل جدا وكلها بتستوي بسرعه. بصوا هي كده اتشوحت، هي كده مش محتاجه اصلا سوا، يعني هي جميله كده بسم الله ما شاء الله عليها. نزلنا كده ايه بالفراخ، هنحطها بقى كده عليها. والصينيه دي يا جماعه اللي عايز يعملها وبعد ما بتخلصيها وتسويها بتحطي عليها على الوش بتاعها جبنه موزاريلا وبتغطي عليها، او عايزه تدخليها الفرن تدخليها الفرن، بتبقى في منتهى الجمال. بس انا النهارده استكفيت ان انا اعملها كده بالخضار. لو حابه تاكليها برز تمام، حابه تاكليها بعيش برضو تمام، مفيش اي مشكله خالص. ده متاح ليكي وده متاح ليكي. بصوا بقى هنا كده نزلت بقى ايه
الصوص بتاعها. بصوا حاجه كده جوسي كده وجميله كده، بسم الله ما شاء الله عليها، بجد جربوها جميله. ويعني انتوا لو حابين تعملوا فرخه كامله فرختين يعني حسب ما انت عايزه. هنا كده بقى بصوا استوت بقى كده معانا، وحاجه كده جميله كده، بسم الله ما شاء الله عليها، يعني الله اكبر اللهم بارك. وطبعا يا جماعه ايه ما تنسونيش بقى ايه لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وعايزاكم طبعا ايه تكومنتي حلو لو عجبكم الفيديو. ما تنسونيش يا جماعه في اللايك الحلو كده زيكم. وده كان الفيديو بتاعنا. بصوا بقى كده الفراخ اهي استوت معانا، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، جميله جدا. والخضار مستوي معانا كله. وجبه جميله جميله جدا يعني متكامله، بسم الله ما شاء الله في منتهى الجميل. جربوها يا جماعه مش هتندموا، وسهله جدا ما بتاخدش اي وقت خالص خالص خالص. واشوفكم بقى الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. استنظروني في الفيديو الجاي، مع السلامة.